الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، هذا سؤال وجواب. السائل هو موسى عليه السلام، والجواب من الله سبحانه وتعالى، والذي ذكر لنا هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام كليم الرحمن، أن موسى سأل الله فقال: يا رب علمني دعاء أدعوك وأذكرك به. فقال الله سبحانه وتعالى لموسى: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا. فموسى يعرف لا إله إلا الله، ولأنه نبي وكريم الرحمن يريد شيء أفضل، فيخبره الله أنه لا أفضل من هذه الكلمة. قل يا موسى قل لا إله إلا الله. فيقول كما سمعتم: يا رب كل عبادك يقولون هذا. فيبين الله لموسى ولنا أيضا عظمة هذه الكلمة وثقلها ووزنها. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا موسى لو أن لا إله إلا الله في كفة، والسماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. الله أكبر. يعني هذه الكلمة أثقل في الميزان من السماوات ومن فيهن إلا الله، ومن الأرض ومن فيهن. كلمة عظيمة، كلمة مباركة، كلمة يدخل بها الإنسان الإسلام، ومن ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ويوم القيامة لا يفوز ولا يغنم ولا ينجو إلا أهل هذه الكلمة. لذلك في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم هذه الكلمة، فيقول الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثم أختم كلامي بهذه القصة التي لم تحدث، لكن والله العظيم أنها ستحدث. قصة لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القصة ستحدث يوم القيامة. لا، ما هذه القصة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ينادى فردا فردا، الناس صفوا صفا أمام الله صفوف، ثم ينادون للحساب، كل واحد لوحده، فرد يأتي إلى الرحمن فردا. فيصاح بهذا على رؤوس الخلائق، فيقف فينشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينشر له 99 سجلا من الذنوب والخطايا، كل سجل مد البصر. لا إله إلا الله. صاحب معاصي وصاحب تقصير وصاحب غفلة، 99 سجل مكتوبات مد البصر، السجل الواحد مكتوب فيها خطايا. فيقول الله سبحانه وتعالى: انظروا العدل. فيقول الله: يا عبدي هل ظلمك كتبة الحافظون؟ هل تنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب. يعترف بهذه الذنوب والمعاصي. فيقول الله: يا عبدي هل لك من حسنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرهب يخاف، فيقول: لا يا رب. فيقول الله: لا، إن لك حسنة، إنه لا ظلم اليوم. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله. فيقول العبد ينظر سجلات مد البصر، هذه بطاقة واحدة، والآن الميزان يوم القيامة. فيقول العبد هذا ويخاف ويظن أنه هلك، يقول: يا رب وما تنفع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: إنه لا ظلم اليوم موازين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضع تلك السجلات في كفة، ولا إله إلا الله البطاقة هذه في كفة. فما الذي حدث أيها الإخوة؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجحت بهن لا إله، لا، أشد، قال طاشت بهن لا إله إلا الله. يعني رجحت رجحانا شديدا وقويا، ورفعت تلك السجلات وطاشت بها ونثرتها. لا إله إلا الله. هذه هي الكلمة العظيمة، الكلمة المباركة التي ينبغي على الإنسان أن يتعلمها وأن يكون من أهلها، ويسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها ويثبتنا على ذلك، ويعلم أنه كل ما اقترب إلى الله وكل ما صلى وكل ما عمل حسنات قويت هذه الكلمة ونفعت
وكل ما قصر وكل ما غفل وكل ما ابتعد عن المسجد وعن ذكر الله ضعفت هذه الكلمة. أسأل الله أن يحييني وإياكم حياة طيبة، ويغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. جزاكم الله خير الجزاء. صلى الله وسلم على نبينا